عمرو محمد حازم من الاسماعيليه. ما بشجعش الاسماعيلي، انا بشجع الاهلي. لكن انا من محافظه الاسماعيليه، والاسماعيليه ليها هويه كرويه في الاسماعيلي. موضوع الغاء الهبوط ده كان حاجه ضروريه بخصوص الاسماعيلي والنادي الجماهيري. الكوره في مصر من غير الاسماعيلي ما ملهاش لازمه. وقوف الانديه انديه الدوري الممتاز زي الاهلي والانديه الكبيره مع الاسماعيلي في قرار الغاء الهبوط. الاسماعيلي تسويقيا هو بيبيع الكوره في مصر، ومن منتج مصري زيه زي الاهلي زي الزمالك، ونادي جماهيري له شعبيته. اتمنى بس الخطوات اللي جايه الاسماعيلي ما يستناش حاجه زي كده تاني، يرجع تاني للبطولات ويبقى من الثلاثه الكبار في مصر، الاهلي والزمالك والاسماعيلي. مش مستنيين نلعب في اللائحه تاني او نغير في اللائحه عشان الاسماعيلي يفضل في الدوري. ان شاء الله. بس جمهور الاسماعيلي زي ما هو واقف مع النادي، اتمنى جمهور الاسماعيلي يروح يعمل عضويته ويقدر يتحكم هو في الجمعيه العموميه وفي مجلس الاداره، وهو اللي يختار. توفيق للنادي الاسماعيلي في القادم. وان شاء الله ان شاء الله يبقى بدايتها الفوز ببطوله كاس الرابطه بعد صعود الدور قبل النهائي، وبالتوفيق ان شاء الله.